إنا لله وإنا إليه راجعون. رحل بعد ما عضلة قلبه وقفت ساعة ونص ورجع للحياة من جديد. رحل بعد سقوطه داخل الملعب. غيب الموت في الساعات الأولى من صباح اليوم لاعب أحمد رفعت، لاعب فريق مودرن فيوتشر ولاعب منتخب مصر. ولكن قبل ما أقول لكم توفى إزاي، خليني أقول لكم إن كشف في لقائه الأخير إن قلبه حاسس إن هو خلاص هيموت، وده بعد اللي حصل له يوم 11 مارس واللي أعلن خبر الوفاة مودرن سبورت. ونشر مودرن سبورت في بيان رسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء فيه: ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، وتم نقله على إثره إلى المستشفى ليتوفاه الله بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية اللي حصلت له يوم 11 مارس 2024. بقلوب يعتصرها الحزن، لا نملك إلا الرضا بأقدار الله. يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية، داعيين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان.